اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاشغله في نفسه، من الأدعية المباركة اللي سبحان الله اقتطفتها اليوم واستشعرتها خصوصا في صلاة الجمعة والإمام بيخطب تقبل الله من الجميع وجمعة مباركة إن شاء الله. يعني صراحة زرع الفتن ما بين الشعوب، خصوصا ما بين آخر مرة نشوفه. جيت نعلق فقط على فيديو ديال الأخ الطفل وسيم اللي ربي يحفظه لوالديه والله زعما يشافيه، اما الجروح كانت بسيطه فقط، هي فيديوهات مفبركه وادعاءات والتشويه او زرع او خلق الفتنه ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. الاحداث اللي وقعت اخر مره في تقريبا يومين هذه في بوسطن امريكا، المشجع جزائري رايح يشجع المنتخب المغربي وقال لك المغاربه تغداو عليه وضربوه، والاخبار كلها زائفه والذكاء اصطناعي مركب فقط للتحريض او البروباغندا او ترويض الراي العام وخلق الفتنه ما بين الشعبين. فالله يجازيكم بالخير. انا جيت فقط نعلق خصوصا على بعض الاصدقاء الجزائريين اللي كاينين معنا هنا في قطر، صيفطوا لي الفيديو قلت لهم حاولوا تتاكدوا من الاخبار، لان اخبار شكون اللي بارطاجها اصلا؟ صحيفه جريده بواب الجزائر، بوابه الجزائر في الجزائر، وحتى الصحفي يعني صحفي ليه سوابق في التحريض ما بين الشعبين. والله يرضى عليكم يعني تواصلت انا مع بزاف ديال الشباب، بزاف ديال خوتي الجزائريين من غير ذكر الاسماء، حاولت نبعث لهم بعض الفيديوهات ديال المعلومات اللي بارطاجوها صفحات مغاربه اللي طلعوا الديتيلز ديال الفيديو هذا كانه فقط بالذكاء الاصطناعي. وحتى الفيديو اللي طلع مؤخرا ديال الفيديو المغربي جالس كيطمن على حاله هذاك الطفل الجزائري وبالعكس وقفوا معاه. ف لا داعي للترويج بحال هاد الشائعات وترويض الراي العام، عندكم ما يغنيكم يعني في الانشغال بنفسكم، وحنا نفس الشيء بالنسبه للمغرب. فقط في الصباح البارح لقيت البارطاج، لقيت الناس مقلوبه، يعني قامت الدنيا ولم تقعد على هذه الحادثه اللي هي بسيطه. والحمد لله اليوم كان كيشجع، هو حاضر المنتخب الجزائري ضد سويسرا وهارد لك بالمناسبه المنتخب الجزائري ان شاء الله في المسابقات القادمه. فالله يرضي عليكم فقط نتاكدوا من الاخبار، لانه بزاف بارطاجاوها الصحفي الاعلامي حافظ الدراجي، الانفلونسر بلال، بزاف ديال المشهورين اللي جالسين حنا نتبعوا فيهم كيبارطاجيو معلومات. لازم نتاكدوا من مصداقيه هذه المعلومات قبل ما نخرجوا نتكلموا في الاعلام، وقبل ما نخرجوا اننا ناتاكيو شعب ولا ناتاكيو سلوك ديال بعض الافراد. ولا داعي للتعميم، لانه التعميم لغه الجهلاء. فالانسان دائما يتريث، خصوصا في الواقع الحالي ديال انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الفتنه. يعني كاين مجموعه من الناس اللي كيتخلصوا على هذه الفتن هذه، الله يستر. فانسان باع نفسه، باع دينه، باع اخلاقه، باع وطنه، اللي جينا نقولوا بهذا الكلام، لانه بزاف كيستغلوها من اجل شنو نقول لك. المهم الانسان راه عارف اللي كاين. نسال الله عز وجل الهدايه للجميع، واهم شيء انه نتاكدوا من الاخبار قبل ما ندمجوا في التعليقات ولا ندمجوا في سب او طعن في اي شعب من شعوب العالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.